اعملها بكل تركاتها واسرارها. الحلبة المنبتة او حلبة التنبيت. لو لسه اول مرة بتشوفيني، انا اسمي ريم ودي قناتي. ما تنسيش تعملي لايك حلو للفيديو واعملي لي كمان متابعة لو لسه اول مرة. عندي هنا ربع كيلو من الحلبة، نقيته كويس قوي من اي تراب او اي شوايب، وكمان اي حباية مغيرة لون. بغسلها كده او بشطفها تحت الحنفية دقيقتين 3، وبعدين بنقع الحلبة دي في لتر واحد من المية يوم كامل، يعني من بالليل للصبح. كمية المية زوديها زي ما تحبي، ملهاش معيار معين، ممكن لتر واحد، لتر ونص. المهم ان انا انقعها فترة طويلة، على الاقل 12 ساعة. ده شكل الحلبة بتاعتنا بعد ال 12 ساعة. الحباية نفشت معايا وكبرت وشربت المية بتاعتي. تمام، صفينا المية اللي على الحلبة كده، وهوريكي دلوقتي المية عاملة ازاي. المية دي انا مش محتاجاها في حاجة، هنتخلص منها ونرميها. الحلبة بتاعتي جاهزة دلوقتي على مرحلة التنبيت. في مصفى كده، دي مصفى ألمونيا او ممكن مصفى ستانلس لو متوفر. بفرد الحلبة بتاعتي في اي مصفى بالشكل اللي قدامنا ده، واوزعها كويس. وهجيب فوطة مطبخ اكون بلاها كويس قوي تحت الحنفية، او شاشة قطن لو متوفر، وعصرها كده يبقى فيها نسبة مية كويسة كده. هغطي الحلبة بتاعتي بالفوطة او بالشاشة واسيبها 12 ساعة. نرجع نشوفها تاني يوم، هنلاقيها نبتت تنبيتة صغيرة في قطعة قماش كده او شاشة قطن لو متوفر. مش متوفر الشاش القطن ده او القماش، هنبل فوطة مطبخ تحت الحنفية ونعصرها شوية، والمهم تكون مندية. انا عصرت الشاشة كده او القماش، غطي بيها الحلبة ليلة كاملة 12 ساعة. القماشة عندي مندية ومرطبة، وده هيساعدها ان هي تنبت بسرعة. الحلبة بتاخد 2-3 في التنبيت، اكتر من كده تلاقيها زرعت اكتر وعملت لون اخضر. ما بنزودش عن 3 ايام في التنبيت عشان ما تغيرش لون وريحة وطعم. نبتها بس اول يوم وتاني يوم وخلاص. على كده اسيب الحلبة بتاعتي 12 ساعة ونرجع نشوف شكل الحلبة بتاعتنا بعد اول يوم من التنبيت. فين شكلها عامل ازاي؟ بدأت تزرع كده، والنبتة بتاعتها بقت صغيرة جدا. اول يوم ده الطبيعي لشكلها، ما بتبقاش كبيرة قوي. احنا عاوزين التنبيتة بتاعتها تكبر اكتر. هنعمل ايه؟ هنسيبها تاني يوم، والقماشة اللي انا بغطي بيها تكون مندية، وببلها كده تحت الحنفية عشان جو الرطوبة اللي هو بيبقى على الحلبة هو ده اللي بيساعدها ان هي تنبت وتزرع. وبسيبها ليلة كاملة. الحلبة بتاخد لها 2-3 في التنبيت، مش اكتر من كده. يعني تالت يوم ده هو اليوم اللي احنا هناكله فيه. وسبتيها اكتر من كده بتلاقي التنبيتة بدأت تخضر وتعمل ريحة مش كويسة. شكل حلبة العيد عاملة ازاي؟ بتنبيتة جميل، خدت حوالي 2 يوم. مش انا ما بحبش احطها في كوبايات عشان بتغير لون وطعم وريحة. طبق كده مستطيل. حلبة التنبيت، حلبة العيد، عملناها في 2 بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة جدا، غير 2-3 بس وتعملي. حلوة قوي مع الترمس وكمان السوداني والكحك والبسكوت، بتبقى جميلة قوي. من اسهل واسرع الطرق اللي هتعمليها من غير تكاليف كتير. هنعمل حلبة العيد.